هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. النهارده هنكمل فيديو المره اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيه عن فيتامين سي وهي فوائده واستخداماته. الفيديو فيه معلومات حلوه كتير وحاجات مهمه هتستفادي منها. لو انت لسه ما شفتيش الفيديو سيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. النهارده بقى جايه بريفيو ل5 منتجات لانواع فيتامين سي انا جربتهم واقول لكم ايه اللي عجبني منهم وايه اللي ما عجبنيش. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك كبيره للفيديو، شير مع اصحابك، سبسكرايب لو مش مشتركه في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه لو انت حابه تشوفيني تاني. وكمان ما تنسيش تعملي لي فولو انستجرام، اسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. يلا عشان نبدا الفيديو. كنا اتفقنا قبل كده ان احنا لما نجيب اي منتج لازم ابص على مكوناته واشوف الماده الفعاله اللي احنا شاريينها علشانه مكتوبه فين في المكونات. لان اكبر تركيزات بتبقى معمول منها المنتج بتبقى مكتوبه في المكونات في الاول. فمثلا دلوقتي انا رايحه اشتري فيتامين سي، فانا لازم ابص فيتامين سي المكون ده مكتوب فين في المكونات، مكتوب في الاول في النص في الاخر، علشان اقدر احدد اذا كان هيجيب معايا نتيجه كويسه وفعال ولا لا. بس فيتامين سي مش بنلاقيه مكتوب صراحه كده هو في مكونات فيتامين سي، لا هو بيبقى ليه مسميات علميه لازم اخد بالي منها. زي مثلا هنلاقي كلمه اسكوربيك اسيد، الاسكوربيك اسيد، هنلاقي صوديوم اسكوربايل فوسفات. المهم هتلاقي كلمه فيها كلمه اسكوربيك، دي الاسم بتاع الماده الفعاله لفيتامين سي اللي لازم ادور عليها واشوف مكانها فين في اي منتج. نبدأ بقى في أول منتج أنا جربته وأول فيتامين سي أنا جربته في حياتي واشتريته، كان اسمه جلو مارك من براند باي ماريان، تركيزه كان 20%. البراند دي مش معروفة قوي، اللي متابع بنوتة اسمها مريان سمير أنا كنت متابعاها، هي عملت لنفسها براند منتجات يعني. فأنا اتفرجت على كمية الريفيوز اللي نازلة من الناس، أنا معرفش الريفيوز ديت بقى فيك ولا حقيقية، بس اتفرجت وقعدت فترة كبيرة اتفرج لأن أنا مش من النوع اللي أنا أي حاجة تنزل أنا أجيبها. المهم فضلت اتفرج عليها فترة، فقلت بقى ده سيرم ايه يعني من كميه الريفيوز الحلوه اللي نزلت عليه، قلت بقى ده السيرم المعجزه اللي هيخلي لي بشرتي حاجه تانية خالص، اللي هو هتبقى حاجه ما حصلتش، هبقى واحده تانية. فلا ما عجبنيش خالص مع اني استخدمته الاخر، ومع العلم ان اللي انا كنت جايباه كان غالي، يعني هو كان معدي 300 جنيه والكلام ده كان من كذا سنه. ما كنتش جايباه لوحدي، كنت جايباه انا وبنت خالتي، يعني ما كانش رايي لوحدي ان هو مش حلو، لان مع بنت خالتي برده عمل زي كتل كده هوت وعمل حاجات بيضه جوه السيرم. حتى لما بعتنا لها وقلنا لها حصل كذا كذا في السيرم، هي ما اهتمتش، مع انها شافت الكومنت بتاعنا ما اهتمتش ان هي تبرر لنا ولا تقول لنا حصل ايه في السيرم. فالسيرم ده انا ما رشحش ان احنا نستخدمه خالص ولا نجيبه، مع العلم برده ان احنا كنا بنهتم ان احنا نحطه في الثلاجه، يعني نستخدمه ونحطه في الثلاجه، لان احنا عارفين فيتامين سي ما ينفعش نستخدمه بره الثلاجه. بس هو لا ما عجبنيش خالص، مش حلو، ما انصحش اي حد بيه بالمره. تاني نوع استخدمته بعد جلو مارك وهو النوع بتاع ايفون اللي هو اسمه انيو. ده فيتامين سي، ده الاصدار القديم بتاعه اللي هو الشكل القديم، هو دلوقتي ليه شكل تاني. هبقى اسيب لكم شكله جديد هناوت عشان تعرفوا انهي واحد. المفروض ان الكتالوج كان كاتب في المكونات بتاعته ان هو تركيزه 10%، انا بقى مش شايفه له على علبه ولا تركيز مكتوب ولا مكونات مكتوبه، كل المكتوب عليه ان هو مصل معزز للبشره لتبدو مظهر ناضر بفيتامين ج وبس، وكاتبين عليه تاريخ الصلاحيه وكاتبين ان هو صنع في بولندا وشكرا على كده. طب انا هعرف منين بقى اذا كان المنتج دوت هيديني تأثير كويس على بشرتي ولا لا؟ فلا انا ما حبيتهوش خالص، خصوصا البشره الدهنيه والبشره المختلطه مش هتحبه خالص، لان هو تقيل على البشره والبشره مش بتمتصه بسرعه وبيسيب تلزيقه كده على البشره بيخليها ستيكي، فمش حلو خالص. هو حلو كمرطب للبشره الجافه فقط، ده غير طبعا ان الازازه بتاعته لونها فاتح، واحنا عارفين ان الفيتامين سي الصح بتبقى الازاز بتاعته غامقه علشان ما ياكسدش. عايزه اقول لكم كمان الناس اللي هي بتتحسس من الروايح، هو ريحته حلوه بس الناس اللي بتتحسس من الروايح هو ريحته قويه فمش هيعجبها، فده اخره مرطب لبشره جافه فقط، لكن ما ينفعش كاستخدام فيتامين سي. ثالث نوع جبته بعد بتاع ايفون اللي هو بتاع ديرماتيك، ده شكله ومكتوب عليه التركيز بتاعه 10%، وقلت دي حاجه كويسه، بدايه مبشره كده ان السيرم الصح بيبقى مكتوب عليه التركيز بتاعه، يبقى كده تمام. نخش بقى على المكونات، لازم اشوف بقى ماده الاسكوربيك دي موجوده فين. فجيت بصيت في المكونات لقيت مكتوب فيتامين سي بين قوسين صوديوم اسكوربايل فوسفات، اللي هو خدي اول منتج اللي هو اكبر كميه معموله منه بقى السيرم اللي فيتامين سي والاسكوربايل، بقى كاتبين المسمى العلمي بقى بين قوسين اللي هو ايه يعني بقى السيرم هيعمل لما يتعمل
بيستاهلش. فبرضه شككني فيه، لان المفروض البدايات بتاعه اي مكونات لاي سيرم بيبقى كاتبين مثلا ميه، كاتبين كلمه جليسرين، او كاتبين كلمه اكوا، ودي حاجه شبه الميه كده، مش بيبقى خبط لزق كده. اول حاجه الماده الفعاله بتاعه الفيتامين سي. بس قلت مفيش مانع ان انا اجربه واستخدمه. المهم ان انا استخدمته لقيته عامل زي الميه، ملهوش اي لازمه ولا حتى ينفع يستخدم كمرطب، فما عجبنيش. ما انصحش ان انتوا تجربوه، لان هو كمان خصوصا ان هو معمول ازازته شفافه، وقلنا طبعا فيتامين سي الصح لازم تبقى ازازته غامقه، فانا ما رشحش ان انتوا تجيبوه ولا مرطب ولا ان هو تستخدميه كفيتامين سي. النوع اللي جبته بعد كده اللي هو فيتامين سي بتاع دكتور راشيل، ده شكله ده كنت جايباه تقريبا بقاله حوالي شهر، يعني بستخدمه بقالي شهر. انا ما كنتش جايباه كفيتامين سي بصراحه، انا كنت جايباه كمرطب. انا شفت عليه ريفيوز كتير حلوه كمرطب، فجبته كمرطب عشان انا عارفه ان هو مش فيتامين سي. طبعا مش مكتوب عليه اي تركيزات. دي شكل العلبه بتاعته من جوه، الازازه شكلها كده، كميتها كبيره قوي، كميتها 50 مللي، ومعظم الفيتامين سي بتبقى الازايز بتاعتهم حجمها 30 مللي. مش مكتوب طبعا زي ما قلت لكم عليه اي تركيز، وقلت برده مفيش مانع ان انا استخدمه واجربه. بس انا بصيت على المكونات بتاعته ولقيت الماده اللي هي الفعاله بتاعه فيتامين سي اللي هي الاسكوربيك اسيد مكتوبه على الكرتونه، مكتوبه تالت ماده من ورا، يعني اسكوربيك اسيد مكتوبه الماده الثالثه من ورا، يعني نسبه فيتامين سي فيه ما بتتعداش، يعني حاجه ضحك جدا، يعني 1/10 او اقل كمان. بقيه المكونات بتاعته مكتوبه فيها حاجات كويسه كترطيب، فانا كنت جايباه اصلا كترطيب، فهو حلو بالنسبه لي كترطيب. ريحته مش افضل حاجه، ريحته مديه على برتقان كده شويه، بس مش حلوه قوي، بس مش نفاذه، البشره بتمتصه بسرعه. بصوا لونه مدي على اورنج فاتح، هو خفيف، فانا عجبني كمرطب قبل اي حاجه يعني. فانا كنت جايباه كمرطب، بس كاستخدام فيتامين سي لا طبعا، ده ما ينفعش كفيتامين سي. اخر نوع سيرم بقى جربته واللي مستمريه عليه لحد دلوقتي، واللي هو يعتبر احسن السيرامات اللي انا قلت لكم عليها، وهو بتاع اوز ناتشورال، اللي هو شكله ده الكميه بتاعته 30 مللي. الازازه بتاعته لونها غامق زي ما احنا شايفين، وطبعا دي حاجه كويسه عشان قلنا السيرم ما ياكسدش، ومعمول بنظام البامب علشان خاطر ما يخشلهوش هواء. لو انت بتستخدمي اي سيرم بيبقى فيه قطاره او دروبر، دي بتخلي الهواء يدخل للسيرم، فبيساعد ان هو ياكسد بسرعه ويبوظ بسرعه. فطبعا نظام البامب في اي سيرم بيبقى افضل بكتير من اي قطاره. ده غير طبعا ان هو التركيز بتاعه 20%، والماده الفعاله بتاعته اللي هي صوديوم اسكوربايل فوسفات موجوده في الترتيب رقم 5 في المكونات، في بدايه المكونات، وده ترتيب كويس، يعني يعتبر الماده الفعاله موجوده بنسبه كويسه في السيرم. فانا ده ارشحه، هو حلو قوي لاي بنت عايزه فيتامين سي يجيب معاها نتيجه وبيفتح البقع، وعلى فكره بتلاقي نتيجه كويسه، بس لازم تستمري عليه. وطبعا لازم قلنا زي ما قلنا وراه سان بلوك. سعره غالي شويه، هو من 300 ل 350 حسب المكان اللي انت بتجيبي منه، بس صدقوني يستاهل كل جنيه انت بتدفعيه فيه، وهتلاقي منه نتيجه ملحوظه. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني وتعملوا لي لايك. هستنى رايكم في الكومنتس وتقولوا لي استفدتوا من ايه اكتر منتج اتكلمت عنه، واستنوني فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.